السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة، ويا رب يرزقكم سعادة الدارين. اللي يعمل لايك واشتراك في القناة ويشاهد الفيديو للنهاية ان شاء الله. النهاردة هنعمل روتين سهل وخفيف كده وبسيط. الاول كده بنسمي بسم الله ونصلي ونسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام. طبعا احنا اتكلمنا في الفيديو اللي قبل ده على اعادة التدوير بتاعة الاكل البات، بشرط انه يكون الاكل حافظينه كده في علبة محكمة الغلق، سواء في التلاجة او في الفريزر، لاني اولا واخيرا صحتنا اهم من اي حاجة. تمام يا جماعة؟ وان شاء الله النهاردة هنتكلم كده عن تدوير الهدوم. الاول هنا انا كنت بحضر، زي ما انتوا شايفين معايا بنحضر كده غدا خفيف بسيط يعني. حمرت بصلاية وحطيت كده عليها سن الثوم. اول ما ريحة الثوم كده طلعت نزلت عليها بصلصة الطماطم، وهنزل عليها كده بشوية بامية عندي في الفريزر. ده هيكون ان شاء الله غدانا النهاردة. هسيب البامية كده على النار زي ما احنا شايفين تستوي مع نفسها. وبعد كده هروح كده اعمل لي 2 كيلو دقيق او 2 كيلو ونص. هنعمل كده عيش شمسي سريع، اللي هو من غير الخميرة البايتة. تمام تمام. ان شاء الله زي ما قلت لكم احنا اتكلمنا قبل كده عن تدوير الاكل في الفيديو اللي فات، اللي ما شافوش يروح يعني يشوفه، وان شاء الله يعجبه يا رب. فان شاء الله كده هنتكلم النهارده وندردش مع بعض على لو عندنا كده هدوم قديمة، يعني مش قديمة خالص متهالكة، لا، لو معاك ابنك ولا بنتك الكبار معاهم هدوم ضاقت عليهم ما ينفعش يلبسوها، ممكن تدوريها يعني لاخواتهم اللي اصغر منهم. فاهمه قصدي؟ يعني انا بعمل كده. كان عندي بنطلون لابني الكبير فما نفعش يعني يلبسه، جسر عليه، بس في نفس الوقت كان طويل على اخوه اللي اصغر منه. فجنبي هنا جارتي خياطة، خدت البنطلون ورحت قلت لها عايزة يعني انقصر، علمت على الحتة اللي انا عايزة اقصها من البنطلون وتنيناه، وكده عملنا اعادة تدوير للبنطلون بدام يعني البنطلون يصلح لللبس. مفهوش ولا اي حاجة يعني، غير انه هو داج على ابن الكبير وادناه للاخو الاصغر منه. طبعا لو عندك قمصان او تيشرتات قطن ممكن تستفيدي منها في المطبخ. يعني التيشرتات القطن دي ممكن تستخدميها في المطبخ، زي كده فوط بنمسك بيها الحلة او الطاسة، يعني اي حاجة كده تكون سخنة. هدوم مثلا قديمة خالص ومتهالكة ما تصلحش لللبس، لكن السوستة بتاعتها سليمة، الزراير اللي فيها سليمة، بناخد كده بنشيل الزراير منها، بنشيل السوست، ممكن نستفاد بيها في هدوم تاني. يعني مش بيحصل اني ممكن قميص كده الزرار بتاعه يتكسر او يطير او يوجع كده من غير ما تاخدي بالك. نشوف الزراير اللي احنا واخدينها كده من الهدوم القديمة، لو لقينا زرار ينفع للقميص ده فاحنا بنخيطه، وكده احنا استفدنا من الزرار اللي كان هيترمي. تمام. انا هنا عملت العيش كده وعجنته، خليته كده قوامه مش تخين خالص ولا طري زيادة عن اللزوم. عملت كده الترغيفة دول، مش عارفة بس وزن الدقيق كان 2 كيلو ولا كيلو ونص، مش فاكرة بالظبط علشان للأمانة أنا ما وزنتهوش. فبعد ما قطعت العيش كده رحت حطيته كده في وش الشباك على أثر الشمس اللي داخل علشان وشه كده ينشف. بعد ما وشه نشف اهو ابتديت أبططه وهسيبه كده لحد ما يخمر مع نفسه. تمام. الروتين سهل وخفيف كده وبندردش مع بعض فيه. يعني لو الهدوم المتهالكة زيادة عن اللزوم، هنا يا جماعة بقول لكم هنا ده حالنا لما المية بتقطع. شايفين على ما قطعت العيش كده وجيت اغسل الطبق اللي كان فيه العجين ما لقيتش المية، لا بموتور ولا غير موتور. ربنا يسهل وتاجي ان شاء الله.
وهنا كنت عملت عجينة، والعجينة دي بتاعت اللي هو البوريك اللي بنشتريه من الأفران اللي محشي جبنة. قلنا كده كده هنولع ايه، هنولع الفرن ونحط فيها الرغيفين العيش. فايه رحنا عملنا كده نص كيلو دقيق، ومع ربع كوباية زيت ومعلقة خميرة ومعلقتين سكر ورشة من الملح، وعملنا بيها عجينة البوريك دي. هنغطيها كده ونسيبها لحد ما تخمر. تمام. لو عندك هدوم متهالكة قديمة، نرجع لموضوعنا، ما ينفعش تتلبس خالص خالص. الهدوم دي هتعملي فيها ايه؟ هتجيبي المقص كده وتقطعيها حتت صغيرة وتخليها عندك في المطبخ. طيب هتستخدميها في ايه الحتت الصغيرة دي في المطبخ؟ يا ستي احنا ولما بنطبخ مش ممكن بنطرطش على البوتاجاز، يعني بيحصل كده طرطشة بتاعت صلصة، بتاعت زيت، اي حاجة يعني. فانتي ممكن تاخدي قطعة من القماش ده اللي انتي قصاه حتت كده صغيرة، وتمسحي بيها الطرطشة اللي على الزيت، علشان لحد ما تخلصي كده طبخ واكل ما تكونش كده نشفت في البوتاجاز ومسكت فيه ويكون تنظيفها صعب. بتمسحيها بحتة كده من حتة القماش الصغيرة خالص دي، وبترميها على طول، يعني ما بتستخدميهاش تاني، ما بتغسليهاش، عشان كده كده هي متهالكة وانتي مش هتستخدميها. فبتمسحي بيها كده وبترميها. هنا كنت خبزت العيش يا جماعة زي ما احنا شايفين اهو، شايفين شكل العيش بسم الله ما شاء الله. وكان كده في حتتين من اللحمة مسلوقين، انا قطعتهم حتت وحطيتهم كده في الطاجن اللي انتوا شفتوه، نزلت عليهم بشوية البامية بعد كده ما استووا، حطيتهم في الطاجن وهتزجهم كده في الفرن عشان ياخدوا وش. وده كده البوريك بتاعنا بعد ما شكلناه، شايفين خفيف وهش من جوا. ده بينفع خالص خالص كده في الصبح مع في الفطار، واحيانا كده بيبقى زي ايه, ما بنقول نقنقة وسط الاكلات. يعني على ما تجهزي الاكل، لو الواحد اخد واحدة ولا اتنين من دول بتسند معاه لحد ما تجهزي الاكلة يا ست الكل. يعني اعملي مخبوزات في بيتك بتكون اوفر بكتير من اللي بتشتريها من بره. وكمان حاطين عليها كده ايه رشة من حبة البركة او السمسم لو موجودين، بنحط كده وعشان الحاجة كده تحلو في عيون عيالنا، وكده اوفر من اللي بنشتريه من بره. يعني دول لو رحنا نشتريهم من بره هنجيبهم بمبلغ وقدره. وهنا كنت بحضر الاكل كده عشان الغدا. وهنا يا جماعة كانت المية رجعت وغسلت الطبق، وبعد كده طبق العجين طبعا، بعد كده ايه قطع التاني. على ما خلصت الاكل وخلصت الخبيز واتغدينا قلت اروح اغسل المواعين وارتاح، بس للاسف كانت قطع التاني. فاستنيت المية لحد ايه ما رجعت. قلت الحمد لله على كل حال، واستنيت المية لحد ما رجعت. الموقف ده بيفكرنا كده قد ايه نعمة المية كبيرة وغالية، احنا ساعات ما بنحسش بيها ولا بقيمتها الا لما بتغيب يا جماعة. علشان كده لازم نحافظ على المية. يعني انا الكلمن عندي العيال لو بيحصل عندكم قولولي، اللي بيجي يشرب من الكلمن ويلاقي الكوباية فيها شوية مية هوب بيروح دايلقهم في الحوض. اقول لهم لا يا ماما كبوها كده، او حطوها في، يعني احط لهم علبة او جردل، واقول لهم اي شوية مية في الكوباية حد هيجي يشرب ومش عاوز يكمل على اللي في الكوباية، يحط المية دي يدلقها في العلبة او في الجردل اللي جنبه ده، علشان شوية بشوية شوية بشوية بتعمل نص جردل. ويعني بتعمل كمية مية. أنا أحيانا بحطها في جردل، بحطها في جردل الشرشوبة وبقى شرشب بيها، وكده احنا استفدنا بالمية اللي العيال هوب كل شوية يدلق في الحوض. طب ليه؟ حرام يعني. وبتجي فاتورة كده بمبلغ وقدره. يعني الحمد لله على كل حال. لو انتوا وصلتوا معايا في الفيديو لحد هنا، بالله عليكم ما تنسوا اللايك وياخدوا لفة في القناة كده، وان شاء الله تعجبكم ويتنورونا بالاشتراك وتكبر بيكم، نبقى احلى عيلة ان شاء الله. القناة هي لسه صغيرة كده وفي بدايتها، لكن ان شاء الله هتكبر بيكم يا احلى اخوات واحلى عيلة، وتبقى احلى قناة ان شاء الله.
اكتبوا لنا كده في الكومنتات بتستفادوا من الهدوم القديمة، يمكن فكرتكم تفيد غيركم تفيدنا، وكلنا بنتعلم من بعض. وان شاء الله انا هقرا كل التعليقات كده باذن الله. بس كده شجعونا كده بلايكات وبتعليقات علشان نستمر معاكم ونكبر بيكم باذن الله ان شاء الله يا رب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. يعني لو في هدوم كمان يعني كويسة حالتها وما تنفعش تصلح لللبس خالص، ممكن نديها لأي حد محتاج، اكيد هيفرح بيها، وبكده انت كسبتي ثواب وخدتي حسنات، لان هم يعني كده كده هيفرحوا بيها، لان هم مش طايلين يجيبوها، وكده كده انت مش مستفادة بيها لا انت ولا اولادك. مادام هي تصلح لللبس يبقى ليه ما ندهاش لغيرنا ونستفاد احنا كده يعني بدعواته. وان شاء الله كده يجعل الخير فينا ويجعل كده محبتنا لبعض دايما يا جماعة. كده مشاركة كتير للفيديو علشان يتشاف والقناة تتشاف، وإن شاء الله كده تكبر بيكم يا أحلى أخوات، وأشوفكم في الفيديو القادم إن شاء الله.